السلطة الذكورية لم تمنعها من الملك. تعرف على فرعونة مصر القديمة الملكة حتشبسوت الخامسة في الأسرة الثامنة عشر. ولدت عام 1508 قبل الميلاد، وتلقت تعليما في علوم الأخلاق والفلسفة والحساب وقواعد اللغة والطقوس الدينية، وشاركت والدها في الحكم. عند موت والدها تحتمس الأول وقف الكهان في وجهها لكي لا تستلم العرش بحكم أنها امرأة، وأرادوها أن تكون زوجة ملكية فقط لأخيها تحتمس الثاني الضعيف الواهن في الحكم. وفعلا حدث ذلك، وأصبحت حتشبسوت هي من تدير دفة الدولة من وراء الستار. وهنا كان ابن تحتمس الثاني من محظية في القصر تحتمس الثالث يحيك مع الكهنة قصة عدم تولي حتشبسوت الملك بعد أبيه، لكن حتشبسوت استطاعت بقوة شخصيتها وتشكيلها لتحالف قوي في القصر أن تحد من سلطات تحتمس الثالث وتجبره على إخلاء العرش لها، وفعلا حدث ذلك وأصبحت ملكة من أقوى ملكات العصر القديم. لم تنتهي القصة بعد، لا تنسى مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.